هو هل من الممكن انك تشوف شخص في احلامك ما شفتهوش قبل كده في الواقع، لانك ممكن تشوفه في احلامك وبعد كده تشوفه بعد فترة في الحقيقة؟ طب يا ترى انت تعرف هو هيعوز منك ايه؟ اعتقد انه موقف غريب شوية، تتفقوا معايا ولا لا؟ اعتقد انه موقف غريب وملهوش اي تفسير في الواقع، لكنه حصل قبل كده، واقدم لكم من خلال قناتنا المنطقة 90 قصة رعب واقعية مخيفة بعنوان سر العجوز. الحكاية بتبدأ على لسان واحدة من شمال لبنان، بس ما ذكرتش اسمها، وقبل ما تتجوز كانت عايشة في منزل عيلتها، وكان عندهم بنت صغيرة لأحد جيرانهم، وكانت بتحبها كتير جدا، وكان عمرها سنة ونص، وكانت أمها بتشتغل معلمة في المدرسة، وكانت أمها بتاخدها للحضانة يوميا لغاية ما تخلص شغلها في المدرسة. وفي الوقت ده اقترحت على جارتها انها تترك الطفلة عندها ترعاها بدل ما توديها كل يوم للحضانة. اقترحت عليها كمان انها توفر في المصاريف الحضانة دي، وعشان كده اقترحت على جارتها انها تترك عندها الطفلة عشان تسليها. وبالفعل جارتها حبت الفكرة جدا ووافقت، لانها هتريحها. ومر يوم بعد يوم وتعلقت الطفلة الصغيرة بيا كتير، وانا كمان اتعلقت بيها اكتر من امها. وكانت امها بترجع من شغلها على العصر وبترتاح لغاية المغرب، وبعد كده بتروح تاخد بنتها على بيتها. وفي يوم من الايام حلمت اني شايله البنت الصغيره، وشفت ست عجوز كان شكلها مخيف جدا، وكانت ماشيه ببطء شديد جدا في اتجاهنا، وكانت بتبص لنا بنظرات مخيفه وشريره، وكانت بتبص لي انا شخصيا بغضب شديد وكبير، وكنت انا شخصيا حاسه بالرعب وما كنتش عارفه هي عايزه مني ايه. دخلت العجوز دي مدخل بيتنا وانا كنت مرعوبه، وراحت في اتجاه الباب، وكنت عايز اعرف هي رايحه لمين في البيت ده. وبسرعة جريت على الباب وبصيت من العين السحرية ولقيتها واقفة عند باب بيتي. وبعد كده رنت الجرس وقلت لها وانا برتجف انت عايزة مين؟ وقالت لها الست العجوز انها عايزة تاخد روحها وكمان تاخد البنت الصغيرة. وبعد كده بدأت ان اصرخ برعب، وقلت لها وانا بصرخ ان انا مش هفتح الباب. وهنا كسرت الباب وخدت البنت الصغيرة وجريت عشان تهرب من الشباك. بدأت انها تضربني بطريقة بشعة، وصحيت من النوم على ألم في جسمي، وكان في علامات ضرب على جسمي. وحكيت لأمي على الحلم ده، وبدأت أمي إنها تضحك. في الوقت ده رنت جارتنا على الجرس بتاع باب بيتنا عشان تعطيني الطفلة الصغيرة، ووقفت في الشباك وشفت نفس السيدة العجوز اللي شفتها في الحلم بتاعي، وشفت الشر في نظراتها، وكنت بشعر برعب وخوف شديد. وكنت بتابع الست دي وهي جاية من بعيد تجاه باب بيتنا، وجريت بسرعة زي المجنونة على الباب بتاعنا عشان ابص من العين السحرية واشوفها. ووقفت الست العجوز على باب شقة جارتنا اللي موجودة في الشقة اللي جنبنا، وهي الجارة ام البنت الصغيرة. ودقت باب الجارة لكنها كانت مش موجودة عشان راحت شغلها. وبعد كده الست العجوز دي جيت لباب بيتنا وفتحت ليها الباب، وكنت بشعر بخوف شديد. وقالت العجوز بصوت هادي هي فلانة موجودة في البيت؟ رديت عليها وقلتها لا هي مش موجودة لانها موظفة في المدرسة. ردت العجوز عليها وقالت لها انا عارفة يا بنتي لان امها. وهنا حسيت براحة، لكن معرفش انا ليه شفت الست ديت في المنام وليه ضربتني. يا ترى ايه سر الست العجوزة دي؟ ويا ترى هل من الممكن انك تشوف في احلامك شخص عمرك ما شفته في الحقيقة قبل كده؟ انا عايز اعرف رأيكم في التعليقات. متنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة عشان يوصلك كل القصص الجاية. سلام.